المشاهدون الكرام في كل مكان، أجمل تحية لكم من المملكة العربية السعودية. كاميرا قناة النيل الأزرق اليوم حضور في حفل ملتقى البيت السوداني تكريما للإعلامية ناهد بشير. متابعة طيبة أتمناها لكم. سعيد الليلة جدا بحضوري تكريم الأستاذة الإعلامية ناهد بشير الطيب. أنا جاية بصفتي الخاصة، هي صديقة طبعا وأخت وقريبة مني جدا من أيام ما كانت تعمل في مجال الصحافة في جريدة الخرطوم في جدة. عملنا معا كثيرا هناك، وبعدين تزاملنا برضو في فترة لما كانت في RT في جدة، والآن التقينا بعد طول غياب في الرياض، وكانت تجربة سعيدة جدا إني ألتقيها وأشوفها مرة ثانية بعد الزمن الطويل ده كله. تكريم الأستاذة الإعلامية ناهد بشير أنا أفتكر أنه هو ده تكريم لكل الإعلاميين الموجودين الآن في المملكة العربية السعودية، وده نوع من الوفاء الجميل جدا اللي دائما ملتقى البيت السوداني ظل يقدمه لكل المبدعين في مجالات الموسيقى والدراما والإعلام والشعر وحتى الناشطين الاجتماعيين. ظل ملتقى البيت السوداني أنه يكرم الناس ويقول لهم شكرا جزيلا لأنكم في يوم من الأيام قدمتوا لأبناء الجالية السودانية الجميل والكثير. نحن اليوم سعيدين جدا جدا في ملتقى البيت السوداني. جرت العادة في ملتقى البيت السوداني انه في كل حفل شهري بنكرم شخصية رمز من الرموز السودانية، ناس ليهم باع طويل سواء كان في الفن او كان في الاعلام. شخصيتنا لليوم الاعلامية الجميلة الأستاذة ناهد بشير، ونشكر إطلالة النيل الأزرق دائما في تغطيتها للحدث. نحن اليوم سعيدين جدا جدا بوجود الجمع الكريم ده كله في حفل ملتقى البيت السوداني. نشكرك يا أبو عبيدة. الوفاء يأتي من أهل الوفاء، والكرم يأتي من أهل الكرم، والشكر أيضا على رأسه معتز الماحي هو مؤسس ملتقى البيت السوداني، إن يسعى إلى توحيد صفوف كل السودانيين الموجودين هنا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي حقيقة لمسة وفاء ولمسة جمال احنا بنشكره عليها كثيرا، وهو دوما يكون حاضرا في مثل هذه المناسبات. لا ننسى أنه اليوم يوم جميل، وأهل الكرم وأهل العطاء يتحدثون بوجود ناهد بشير عبر مسيرتها الإعلامية على مدى سنوات طوال، والشكر يعود إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم إلى معتز الماحي مؤسس ملتقى البيت السوداني. سلمى، كلمة أخيرة عبر شاشة قناة النيل الأزرق. أنا بحيي كل الزملاء والزميلات الموجودين بقناة النيل الأزرق، وليس تحديدا بل على كافة المؤسسات الإعلامية السودانية. سعيدة جدا اليوم أنه أنا أكون موجودة معكم وأمثل ولو الشيء البسيط من الإعلام السوداني اللي بيكون حاضرا اليوم معنا، وكافة الإعلاميين والزملاء والزميلات، وشاكرة خصيصا لكاميرا النيل الأزرق المتواجدة دوما أينما كان الحدث المميز. شاكر لي الزميل أبو عبيدة، وشكرا كثيرا لك. شكرا لك مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النيل الأزرق.
الأزرق في كل مكان، ما زلنا نتجول معكم من المملكة العربية السعودية. معي في هذه المساحة أيها الأحباب المحتفى به الإعلامية الزميلة ناهد بشير، اللي بتكرم اليوم من ملتقى البيت السوداني بعنوان لمسة وفاء، وحقيقة هي تستحق كل الوفاء والتقدير من كل الإعلاميين. مرحبا بك ناهد في قناة النيل الأزرق. يا أهلا وسهلا بك أستاذ أبو عبيدة، وأهلا بكل مشاهدي قناة النيل الأزرق. حقيقة أنا سعيدة جدا بهذا التكريم اللي تم اليوم من مؤسسة ملتقى البيت السوداني لشخصي الكريم الضعيف. حقيقة أنا ما قمت بشيء غير واجبي، ده واجبي أبدا كإعلامية، يعني إني أنا أنقل الصورة الحقيقية. دائما بقول لهم إحنا زمان يعني كنا بنشوف، وإحنا في السعودية كنا بنشوف عدد كبير جدا من الناس اللي في السودان، اللي موجودين في السودان وكمغتربين، يعني بنشوف ما يدور في السودان وما يحدث في السودان. كان بودنا إنه نحن نعرف الكثير والكثير عما يدور أيضا في المهجر أو في دول المهجر. عدد كبير جدا من الكفاءات السودانية موجودة داخل المملكة العربية السعودية، بتقوم بأعمال كبيرة جدا ومقدرة جدا، فكان لا بد لنا من إنه نحن ننقلها للداخل. فعلا يعني أنا بقول الإعلام ابن بيئته، يعني في أي مكان هو. ناهد تستحق التكريم، وحقيقة هي لمسة وفاء، أنت أهل لها. كلمة أخيرة عبر شاشة قناة النيل الأزرق. أنا بشكر جدا مؤسسة ملتقى البيت السوداني برئاسة الأستاذ معتز الماحي. فعلا يوم مميز، يوم جميل، أموا عدد كبير جدا من الفنانين، وقناة النيل الأزرق اللي هي حاضرة. شكرا لكل الحضور الجميل، شكرا لكم أنتم مشاهدين. حقيقة في هذه الليلة السعيدة أنا سعيد أكون حقيقة عبر قناة النيل الأزرق، ونحن بنشهد واحدة من ليالي السودان في مدينة الرياض، هذه البلد العامرة اللي حقيقة فيها كثير من الإبداعات وكثير من الإشراقات. ونحن في معية أسرة الملتقى البيت السوداني في تكريم واحدة من الأخوات اللي بتمثل رمز من رموز الإعلام للمرأة السودانية في المملكة العربية السعودية، الأستاذة ناهد بشير. أنا حقيقة سعيد في هذه اللحظة أطل عبر قناة النيل الأزرق، وهي سانحة أتوجه بالشكر الجزيل لهذه القناة الرائعة اللي حقيقة ظلت تنقل كل نبض السودانيين وكل يعني برامجهم وكل إشراقاتهم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا التقيناكم ودا صادقا من المملكة العربية السعودية. تابعنا معا لمسة وفاء من ملتقى البيت السوداني للإعلامية ناهد بشير. إلى أن نلتقيكم أبو عبيدة عباس، سيف أبو سبعة، محمد نور صالح، أيمن بخيت، لقناة النيل الأزرق، العاصمة السعودية الرياض.